يلا يلا. كل البرود العباء خالص. ولا جاب بقى البقى مش عارف. ولا بقى بس ما فيش بتاعت اللمبه مفتوح. يلا يلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتونا. يلا حطوا لايك للفيديو العسل بقى ده. يلا ادعمونا كده حبايبي اللي بنحبهم وبيحبونا. يلا يا ولاد، انا عاملين النهارده اكل ايه؟ اكله تدفي كده، اكله دسمه. اكله دسمه يا ولاد، اكل عسل. انا عن نفسي بحبها. رز، بصوا رز، حبه رز بشعريه. بصوا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. شايفين ببخارهم لسه بحالهم بماء. رز بالشعريه كده وايه بقى وكرشه. سموا الله، قولوا بسم الله الرحمن الرحيم. صلوا على النبي يا ولاد كده، حطوا لايك للفيديو يلا. بدعمكم وحبكم لنا ان شاء الله، زي ما انتم ما بتحبونا احنا كمان بنحبكم كده. قناتنا هتكبر بيكم باذن الله يا حبايب قلبي. الناس المحترمه، الناس الجدعه اللي بتشجع القنوات الصغيره اللي زينا كده، وبنسمع كومنت حلو يبسطنا ويسعدنا. مش ما فيش كومنت سلبي كده يزعلنا ولا يحبطنا، لا. ربنا يا رب يبارك فيكم، ما تلناش منكم. بصوا بقى هناكل النهارده كرشه. كرشه دي فشه. طبعا انتوا عارفين الفشه كده جايه مع الكرش. عندنا بقى بالدمعه بقى بحبه توم كده، حبه صلصه. بصوا حاجه كده عسل. بسم الله الرحمن الرحيم. بحبه كده بالجريمه. في حاجه هنا عايزه ملح. شرب. هات برضه من الملح بس. عايزه ملح السنه بس. اقعدي يا رحمه. اقعدي يا رحمه. لا ما تعديش لما نخلص بقى عشان نناقش الاكل. ما تعديش على الاكل حرام. ايوه ده. كل شويه الرز. حبه رز مش كتير عشان يدفوا بطنك. يمسكوا بطنك. كل ملعقتين حتى على قد نفسك، مش ضروري يعني كل. مش هنقعد نبادي فيك زي العيال الصغيره. انا بزرع بسرعه. انا بصور بس ما يغركش. حكى عليه. حكى عليه. تعالوا غدوا معانا يا ولاد. في الباب. تخش الكرش. بتاكل ايه غير البيض والفراخ؟ خلاص هات معلقه رز واحده كمان. لازم حبه كرش عسل. والله تسلم ايدك. تسلم يا والشفا. اللي على بقك. يعني من الاكل الحاجه تدفينا كده، الجو برد جدا جدا والله. فقلت ايه نتدفى كده، نعمل حبه رز بشعريه. عملت بسرعه كده حبه رز بشعريه. اسرع واحده تعمل حبه الرز. والله ثاني شفت خدوا منها حاجه. والله اسرع واحده تعمل حبه الرز. وساعات بشوحها زي ما انت ما شفت، بحمر الشعريه واحط الرز واشوحه بالملح. يا دوبك ارجع من الشوله ارجع كاتل الميه على ما بغير دون 5 دقايق ببص الاقي الرز استوى. حبه كرشه بقى بالدمعه عسل. ريحتها اصلا منتهى كمان. خلاص تعالوا اتغدوا معانا غدوا يلا كده يا جدعان، وشجعونا كده حبايبي اللي بيحبونا، ناس محترمه. رب فيديوهاتنا كده تكون خفيفه على قلوبكم. كله عملت اكل بزياده اهو، طبق زياده اهو. انت عمالك مش ما بتاكلش الكرش، ورحمه ما بتاكلش الكرش. انتوا حرين بقى، كلكم بيض بقى. هات الملح. ايه رايك في الكرش؟ انت بتاكل كده ما قلتيش تسلمي ايدك لخالته ليه؟ مش فاضي. ما كنتش تسلمي ايدك لخالته ليه؟ هقول هتقول بعد ايه؟ بعد ما اخلص اكل. بعد ما شجعني آكل. حتى. لا بجد بس شجعني قول لي مثلا حلوه ولا وحشه ولا لا حلو. في اخطاء. اي ما فيش بني ادم يعمل كامل من الاخطاء. لا انت اكل خلي بالك. لا كامل الا محمد، بس برضه ما يمنعش ان ممكن يكون حد غلطانه في حاجه. عدد سوى زياده. وما هو الملح احنا اكتشفت ان ما فيهاش ملح. انا نسيت احط ملح لا زياده. انا حطيت ملح الاول. والله بس مش كتير. لا مش كنت عشان كنت ازودها ميه تاني. هي دايبه بصوا، مش محتاجه معلقه. بصي اهي دايبه في قلب الطبق اهي. ابني سواها ما خدتش سوا كتير. انت مش عايز تاكلها؟ ايه؟
لا انا بحبها، بحب المشيه الدهن اللي عليها. دي مش دي، ده مش دي، مش دي، مش دي، والله ما دي. ده اساسا من حته من الذوق. من الذوق تبقى مقرمشه كده. مش عايزه هات. ما تقوليش سيبنا كلها وخلاص. لا مش لازم تبقى عارف انت بتاكل ايه. ماشي كده طول اللوب برسمه. دي بتتاكل كده. طب افصلي الحاجات دي عن بعض. تتشال لا جميله مقرمشه. طب ان انا افصليهم عن بعض. انا جاي تاني حتى في الطبق التاني اخد. بتتاكل كده. الله ينور عليك. مش بتتقطع بالمعلقه. انا بعرف. شوف انا برضه. معلش. هي كانت حته واحده. طب انت واحد. ميرسي. دي حاجه بتاكل من غير ما اعرف ايه. جميل. ده بجيب الزور ده كله واسلوه ليمون واعمله حلويات. تقطيع. فاكره انت عملتها مره سندوتشات. تبقى جميل. صينية السمين بتبقى معتمدة على على ايوه الزور صينيه ده. سمين. معتمدة على من غير الزور ده صينية السمين ما يبقاش لها طعم. انت كنت عاملاها ايام الرخصه كانت رخيصه عشان تعملها دلوقتي لا لا لا. مش اقل من 500 جنيه. تعال غدوا معانا ولا ايه؟ تعال غدوا. خلي سيبيها انا بقى. تعال غدوا معانا يا حبايبي. بالله عليكم اعملوا لنا لايك للفيديو بقى، خلي الفيديوهات تتفاعل كده يا جماعة. ما بنلاقيش تفاعل مع الفيديوهات خالص. خلينا كده نحط البكات تتشاف كده ربنا يبارك لنا. مش انت قلت انا باكلها كده. ايوه ما بقولكش بتنضف من الشعر. في ناس لا بتاكلها انا ما كده. بحبش اغرزها كده. بحس ان انا باكل حته جلد. في مره قعدت تعمل فيها بتاع ساعه تنضف فيها. ساعة؟ بس هي برضو ما ما هيش مني يوم. بس هي برضو بصوا هي مش غامقه يعني ولا سودا ولا الشعر بتاعها كبير. شايفين عامله ازاي فاتحه اصلا اهي. يعني في قشره بيبقى استغفر الله العظيم يا رب طول السنين والشعر بتاعها بيبقى كبير جدا. دي بقى تنجلد فحيح. دي فعلا قعدت يوم كربونات وملح ليمون انما ديت زي الفل لوحدها اهي. يعني مش كل القشره وبعدين بحس ان انا باكل حته جلد ده كله ابيض في ابيض مش عارفه الزور من الحرقوشه. انما ديت بتبقى واضحه قدامي. بحب انا اصلا الله يرحمها والدتي كانت امي بتعملها لنا كده. وعينا لقينا جدتي كانت بيعملها لنا كده الله يرحمه برضه. واحنا وعينا كنا بناكل الكرشه كده. ده من زمان كانوا بياكلوا الكرشه كده. موضوع الجرد وملح الليمون والسليق وكده ده كله ده كلام فاضي. وتضيعي طعم وملامح الحاجه. ده انا يوميا والله قعدت يوم. فاكره لما قلت لك بيعذبوا الكرشه قبل ما يسووه. محدش بياكلها من عيالي. لما شفت ما كنتش جبتها اصلا. ولا ملك ولا محمد ولا رحمه. كنت بجيب الكيلو انا ومحمود جوزي بس ناكل فيه. كنت اسويه ما كنتش بحطهم بقى طب ما هما بياكلوها سندوتشات انا كنت عاملاها في صينيه ما بيبقوش عارفين انها في قلبها. لا مش كرشه ما بحطش في قلبها كرشه. تقطيع اللي هو الزور ده بس بيبقى لوحده. يبقى الزور قصاد منه وحوالين منه حلويات كده. المفروض كنا عملنا تحدي اصلا عليه. على الكرشه دي. بعد ايه بقى؟ هو فيها نسيت. انا هرجع الكشف موجود. في حته كده ناعمه. لا لا شفت الفطار معايا الزور ولا لا؟ لا مش حته. حته ناعمه كده ما فيهاش اي حاجه خالص. دي كانت فش قصدك على الفش. هما كانوا حتتين انا ما جبتليش حته. جيت لي اخدت طبق جبت لي حته وطبق عبد الرحمن جبت لي حته. يلا بقى يا حبايب قلبي خشوا اللايك الفيديو العسل ده واشتراك في القناه. اشوفكم بخير ان شاء الله في الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.